من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. ثم قال والحسنة بعشر أمثالها، وقد يكون أكثر من ذلك فيضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. مسألة الضعف هذه مفيدة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا ونص على ذلك جمع من أهل العلم وقالوا إن قارئ القرآن ومستمعه في الأجر سواء، قالوا في أصل الأجر دون التضعيف، فهما في الحسنة سواء، وأما التضعيف فيكون لقارئ القرآن. وهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم التضعيف بعشر أمثالها للقارئ، وأما المستمع فإنه يكون له مثل أجر القارئ متى؟ إذا استمع بإنصات متفكرا في المعاني، ويكون له أجر الأجر دون التضعيف. ومثله يقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره. فهذا يدل على أنه له أصل الأجر دون التضعيف، فالتضعيف يكون للفاعل، دل عليه ظاهر الحديث المتقدم.